السلام عليكم. انا رمزي ابو زيد. انا اللي عملت الحادثه اللي انتوا هتشوفوها في الفيديو ده. في كام نقطه كده عايز اكلمكم عنها. اول حاجه ان انا بسجل الفيديو والحمد لله ربنا اداني عمر جديد، فدوت ولا شطاره مني ولا ان البايك جامد ولا السيفتي جير اللي انا كنت لابسها غالي ولا كل الكلام ده اولا ستر من ربنا، يعني الحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا اللي هو سترها عليا. تاني حاجة وديت برضو من الحاجات اللي أنا شايفها مهمة في حياتي وفي حياة كل واحد، أبوك وأمك. أنت كلنا ماشيين بدعوة أبونا وأمنا، فأنت كده لو مزعل الحاج والحاجة فأنا عايز أقولك راجع حساباتك كده، لأن ديت من الحاجات اللي لازم تراجعها ولازم تحطها في حساباتك، لأن هي ديت اللي هتسترك والله. بعد كده الحاجة التالتة اللي أنا بتكلم فيها وهي دعاء الركوب. دعاء الركوب لازم من الحاجات الأساسية اللي أنت تخليها في يومك، حتى لو نزلت تجيب حاجة من السوبر ماركت ورجعت تاني قول دعاء الركوب وخلي العادة ديت في يومك دايما. النقطة الرابعة اللي أنا عايز أتكلم فيها وديت أنا لما قريت عنها وبدأت أنفذها فعلا فرقت معايا كتير، وهو الاستغفار. استغفر ربنا وكتر من الاستغفار هيزيد رصيدك في الستر. السماعات اللي في وداني دي حاجة ما كنتش عايز أقولها، من الحاجات اللي أنا بحس إن أنا عاملها صح. ما بسمعش فيها أغاني، دايما مشغل فيها قرآن الحمد لله. حاول تزود رصيدك كده. فسبحان الله ناس كتير بعد الحادثة استغربوا من شكل الموتوسيكل ازاي انا لسه عايش. فانا عايز اقول لكم انا الحمد لله انا ربنا كتب لي عمر جديد بسبب الاربع او خمس حاجات اللي انا لسه مكلمكم عنها. ايه اللي حصل في العموم؟ اللي حصل ان انا كنت في زفة واحد صاحبي وكنا سايقين على محور المحمودية. الطريق ده ضلمة شوية، فانا ما خدتش بالي من الموقف اللي حصل. فعايزكم كده تقولوا لي من اللي انت هتشوفه في الفيديو يعني تحليلك للموقف ايه، وايه يعني ايه اللي ممكن تعمله لو انت في مكاني. تالت نقطة حابب اتكلم فيها اللي هي الثقة الزايدة دي بتيجي بعد ما الواحد بيسوق كام سنة وبيبقى متحكم في الموتوسيكل اللي معاه وخلاص وخد عليه وعدى بكذا موقف ربنا سترها معاه. فانا كده خدت كده ثقة زيادة وسنة غرور، وديت هتلاقينا باغلب الناس مننا يعني اللي هو خلاص بقى انا مهما اي موقف حصل قدامي انا هعرف اطلع منه وبتاع. فلا انا عايز اقول لك انا كنت من الناس دي. مفيش حد كبير على السواقة ومفيش حد ما بيغلط، ولو انت ما غلطتش فاللي حواليك بيغلطوا. فبلاش بالله عليكم ناخد الثقة الزيادة ديت في نفسنا وانت مش كبير على الوقعات. وبرضو عشان الناس اللي هتقولك الموتوسيكلات خطر وبتاع، كلنا عارفين هي ديت متعتنا، هي ديت الحاجة اللي بتطلعنا من الزهق بتاع اليوم، ضغط الشغل. لما بتركب الموتوسيكل بتاعك انت بتحس بموضوع غريب كده، بتحس احساس تاني، تحس ان انت طاير. فبعيدا بقى عن السرعة وبعيدا عن الكلام ده، احساس ركوبك الموتوسيكل نفسه بيريحني انا نفسيا، واكيد اغلب الناس اللي بيتفرجوا عليا لو هم عندهم موتوسيكلات او ركبوا موتوسيكلات قبل كده اكيد هيحسوا بالموضوع ده. النقطة رقم 4 اللي أنا عايز أتكلم فيها إن إحنا كبتوع موتوسيكلات إحنا معرضين للخطر أكتر من أي حد تاني أنت ممكن تتخيله. إحنا معرضين من الخطر من الناس اللي بتمشي، معرضين من الخطر من العربيات اللي حوالينا، معرضين من الخطر من الناس اللي راكبة موتوسيكلات زينا. نقطة رقم 5 بلاش تقول أنا عندي خبرة كفاية، فزي ما المثل بيقولك كده يموت المعلم وهو بيتعلم. فأنت ما تقولش خلاص أنا هتحط في أي موقف وهعرف أتعامل. لا، يعني عندك مثلا المتسابقين بتوع موتو جي بي اللي هو من أكبر السباقات في العالم بيعملوا غلطات وبيقعوا، وده اصلا اسلوب حياتهم. يعني هو واحد بيصحى الصبح يتمرن على الموتوسيكل، ده شغله، ده اكل عيشه. وبيني وبينك اللي ما وقعش بالموتوسيكل يبقى ما سقش، تمام؟ فما تقوليش انا ما وقعتش فعشان انا بعرف اسوق. النقطه اللي بعد كده، والنقطه دي كنت عايز اعملها من زمان مع نفسي قبل ما اعمل عليها محتوى، وهو اعمل كورس تعليم سواقه من اول لحد ما تبقى محترف. انا مش محترف بس فعلا بشوف فيديوهات بره الناس بتتمرن اللي هو انا في ساحه كبيره ولو صادفني الموقف الفلاني المفروض هعمل ايه. شبه الواحد كده، شبه لعيب الكوره لما بيتمرن ما بين الكونزات، بحيث اللي هو لو صادفه لعيب يعرف يعدي منه ازاي، اعرف اراوغه ازاي. فدي حاجه احنا مفتقدينها هنا في مصر، ويا ريت يا ريت الناس اللي بتعلم موتوسيكلات تحط في اعتبارها النقطه شبه دي. مش مجرد انت علمت واحد ازاي يمشي بالموتوسيكل كده خلاص، لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. ده ان شاء الله انا كنت ناوي اعمل فيه محتوى بس انا اللي كسلت. انا باذن الله اقوم بالسلامه وهعمل محتوى عن الموضوع ده، ازاي المواقف اللي هتقابلنا في الطريق دي انا اعمل معاها ايه. دلوقتي هسيبكم مع الفيديو بتاع الحادثه، وفي شويه اصوات كده هتسمعوها يعني عايزك تجمد قلبك. الحمد لله الناس اللي عملت الحادثه سلام، محدش حصل له حاجه، شويه كدمات شويه كسور. خلي بالكم ربنا يسترها علينا جميعا ان شاء الله.
البنزين محدش يجي مين وقع؟ مين؟ مين ده؟ رمزي يا جماعة. طيب حد ينورني طب هنا يا جماعه رجلك والله الطريق يا جدعان هو في الطريق الناحيه الثانيه حرام جاي الناحيه الثانيه الحمد لله كويس كويس اللي تحت يا وسام راح يا جدعان اقف دي اقف شد ايه دي؟ سليم انت كويس؟ كويس يا باشا. سليم انت الحمد لله. طب لك اسعاف